عسلامة الناس الكل. حابين نفكركم اليوم اللي في لحظة ما كلنا شعرنا بها الحاجة هذه، واللي هي تحس الزمن كأنه توقف، تحس حياتك كأني مش حابة تمشي. مهما حاولت وحلمت وتعلمت باقي تحس في روحك واقف في نفس البلاصة، ديما تحس روحك واقف في نفس الدائرة، نفس الحالة النفسية ونفس كل شيء. وهوني مش تجيك برشا أسئلة سلبية في مخك، واللي هي شبيني أنا مانيش قاعد أتحرك، شبي حياتي واقفة وجاية ضدي، يا ترى هل النجاح للمحظوظين كهو وانا مش من نصيبي الحاجة هذه؟ لكن الحقيقة انت ماكش واقف على جالك فاشل، اما انت واقف على جالك خايف من الفشل، خايف من نظرة الناس، وخايف انك تحاول وما تنجحش. لكن خليني نقول لك اخيب حاجة تنجم تعملها انك ما تحاولش، على جالك فمك انت 100% جارونتي انك تفشل. كيف ما تحاولش هذاك الطريق اللي مش يهزك 100% للفشل. لكن مادامك تحاول، مادام عندك فرصة. هل تعلم أن توماس إديسون فشل 1000 مرة، لكنه قال جملته الشهيرة: أنا لم أفشل 1000 مرة، بل وجدت 1000 طريقة لا تعمل. لو كان توماس إديسون وقف في المحاولة 999 راهو العالم ما فيهش نور. تو أوبرا وينفري وقت اللي مشات تقدم على خدمة، الأماكن الإعلامية الكل رفضوها وقالوا لها أنت ما عندكش ما يلزم باش تكون مذيعة، لكن هي تو عندها إمبراطورية إعلامية ومن أغلى النساء في العالم. هذوما ما همش عباد خارقين ولا حاجة، هذوما عباد جيست حاولوا للآخر وعطاو مجهودهم الكل وما خلاو حتى حد يقول لهم هما شنو، رغم اللي الناس الكل قالت لهم اللي هما فشلوا واللي هما ما يستحقوش، هما أصروا، كانت عندهم عزيمة قوية وفي الآخر وصلوا للي يحب عليه. وانت تنجم تكون كيف. نحب نقول لك النجاح راهو ماهوش ضربة حظ، النجاح انك تقوم كل صباح وتقرر اليوم مش نخدم، اليوم مش نخرج من خوفي، اليوم ما عادش باش نخلي خوفي يحصرني ويخليني في السجن، اليوم مش نعمل مجهودي الكل باش نوصل اللي يحب عليه. الحياة هذه ما تكافئش اللي عنده أحلام وطموحات، الحياة هذه تكافئ اللي يسعى للطموحات والأهداف متاعه، اللي يخطط ويعمل. يقول سقراط: الحياة الغير مفحوصة لا تستحق أن تعاش. كان أنت ما خططتش وسعيت لهدف معين، الحياة هذه مش تكون بلا طعم عندك. أنت في الدنيا هذه ماكش جوست باش تعيش كل نهار بنهار وتاكل وتشرب وترقد، لا، أنت لازمك تعيش الحاجة عظيمة. لازمك اليوم تقرر اللي المعجزة اللي تستنى فيها ماهيش باش تجي، واللي أنت مش تخلق المعجزة متاعك، واللي أنت مش تقوم وتعطي كل ما عندك. نحبك تقف معاي وتسأل روحك: يا ترى شنو القرار اللي أنت قاعد في بالك عنده برشا يمكن أشهر ولا حتى سنين، والقرار هذا أنت تعرف في قرارة نفسك أنه يجي يبدل لك حياتك، لكنك أنت كل مرة قاعد تهرب منه وقاعد تأجل فيه. نحب نقول لك الوقت راهو ما ينتظر حد، وكل يوم تأجله راهو خطوة للوراء. يقول الإمام علي: ما ضعف بدن أمام ما قويت عليه النية. النية متاعك والحزم متاعك هو اللي يصنع الفارق. إذن ابدأ تو وحاول حتى لو بخطوة صغيرة، وتو ترى الحياة كيفاش تعطيك. هذا هو فيديو اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم وأفادكم. متنساوش تخلونا لايك واشتراك في القناة واعطيني كومنتير فيه رأيك، والسلام عليكم.